اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا اساطير جوجو؟ عاملين ايه؟ كل الشكر لكل اللي بيدعم وبيعمل لايك وسبسكرايب. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب واحسن كومنت في الكومنتات. طلعوا معايا الفيديو الجاي. استعد عشان قصة النهاردة مش زي اي قصة سمعتها قبل كده. اربط الحزام واقعد في الكرسي، جيب كوباية الشاي بتاعتك او اي حاجة هتاكلها وابدأ معايا الرحلة القوية لحكاية النهاردة. تخيل معايا تبقى فارس في عاصمة ملكية كبيرة، ومش اي فارس قوي قوتك لوحدها تعادل جيش كامل، بس في الاخر تتخان وتموت. بس المفاجأة تصحى تاني بس طفل مش عادي، لا طفل عبقري. بتبدأ قصتنا براجل عنده 34 سنة، شعره طويل، بيطلع من وسط الركام في المعركة. كل حاجة حواليه متحولة لأنقاض، الدخان مالي الجو، ريحة الدم والنار مخنقة. هو مقتنع ان المكان ده مفيهوش مفر، ده الجحيم بعينه. ماسك سيفه بايده وعقله بيلف ازاي الدنيا وصلت للخراب ده. يمكن لو كان اتعلم المبارزة من زمان كان قدر يحمي اخته، كان قدر يمنعهم من انهم يبعتوها للامبراطورية. ولو ده كان حصل يمكن ما كانش هيتحول للوحش اللي هو عليه دلوقتي. وخلاص تعب من كل حاجة حتى من نفسه. وفجأة فكرة تلمع في دماغه، كان ممكن يقابل معلمه في حياة مختلفة، حياة ما فيهاش دم ولا خراب. في اللحظة دي بنت شعرها اسود واقفة بتبص له بنظرة عميقة، كأنها شايفة جوه قلبه وهو لسه غرقان في ذكريات معلمه عن ازاي عايش معاه احلى ايام حياته، وان الراجل ده كان اكتر من مجرد منقذ، كان كل حاجة. ياخد القرار في نفسه وعارف انه مش هيندم عليه. قاعد وسيفه متوسخ، فجأة بيقرب عليه شخص ماسك سيف. الشاب على طول بيتوتر، الصوت مش صوت رجل، ده ولد صغير ايده بترتعش من الخوف، لكنه بيشاور بالسيف في وش المحارب. المشهد كان يدعو للشفقة، رجل بالغ بيواجه طفل والسيف بيترعش في ايده. الراجل قاله بكل هدوء انا مش عايز اذي اطفال، لكن الولد ما حركش السيف من مكانه وبص له بعينين مليانة دموع. انت قتلت ابويا في القرية دي. لحظة صمت، الشاب ظهر عليه اثر الندم، لكن بعدها ابتسم بسخرية كأنه بيستهزأ بمشاعر الولد اسمه جاك، صرخ فيه بعصبية انت وحش مش انسان. لكن ايه اللي يخلي محارب يستهزئ بولد فقد ابوه؟ لكن وهو بيبص للولد الاشقر كان عارف انه لازم يصمت شوية كمان. قال له وحش؟ انا الوحش اللي دمرت كل الاساتذة بايدي وانهيت الامة العظيمة للامبراطورية تولكن ومعاها العيلة الامبراطورية كلها. وبعدين سأل الولد انت عارف انا قتلت ناس قد ايه؟ الولد ما قدرش يرد، سكت تماما، ابتسم وقال له انا قضيت على مئات الالاف، طبيعي جدا اكون وحش. الولد رفع سيفه بعصبية وايده بتترعش وهو ناوي يضربه، لكن كل اللي قدر يعمله انه يقع على ركبته قدام الوحش ده والدموع بتنزل من عينه. الراجل اتفاجئ ان الولد ما قدرش يقتله، مد ايده على شعره ومسح عليه وقال له بهدوء احسنت، كنت عارف انك مش هتعيش في سلام لو عملتها. في الاخر البطل الحقيقي بيشيل على ظهره اسامي كتير، وعشان كده نصحه يعيش من غير ما يندم زي ما هو عاش، عشان العجوز مش عايزه يبقى زيه. الولد اللي اشهر لسه صغير، كل اللي قدر يعمله انه يعيط كالعاده. شويه بشويه عزيمه الراجل اللي شعره طويل ضعفت، بص للطفل وقال له قول للناس الشيطان مات والحرب خلصت. الولد استغرب وساله ليه يا عم بكل القوه دي اخترت تعيش كده ليه؟ الراجل مسك سيفه وحاول يلاقي كلام يدي معنى، بس رجليه خانته وقع على الارض قبل ما يكمل كانت دي النهايه. نظرته بقت مشوشه مع انه كان بيقاوم، عينيه اتقفلت لوحدها، نسي حتى يتنفس وكل الاصوات حواليه اختفت. في اخر لحظه في عمره ما فضلش غير فكره واحده بتاكل في دماغه، لو بدأ كل حاجه من الاول هل ممكن يغير النهايه المهزوزه دي؟ في اللحظه دي حس ان في حاجه بتطلع جواه كانه بيحلم، لكنه رجع طفل تاني. افتكر ابوه اللي كان دايما يشك لو هو اصلا ابنه البيولوجي ولا لا، افتكر موت امه اول ما اتولد، افتكر اخته الكبيره المشهوره بجمالها في كل القاره، وافتكر اخوه من اب تاني اللي كان دايما بيضربه ويهينه. بعد ما ساب اسم جاك بقى مبارز وسافر القاره كلها، ذكرياته عدت قدام عينه بسرعه لدرجه انه اتلخبط وهو بيحلم دلوقتي ولا لا، هو مات فعلا ولا اللي بيشوفه ده مجرد شريط حياته بيتعرض قدامه. احساس غريب حلو وبارد في نفس الوقت وهو لسه طفل صغير وعلى وشك الانهيار. ذكريات الحرب التانيه في القاره رجعت جوه دماغه، كان المنتصر حاكم قاسي واكبر وحش بين كل الوحوش، جواه نار الانتقام ولعت، سحق الامبراطوريه تولكن وسيطر على القاره الغربيه، وما بقاش حد شايل اسم تولكن غير واتمحى. ولما اعلن النصر حس بالفرحه، الفرحه انه اخيرا حقق اهدافه بارادته هو قبل نهايته، خلاص ما عندوش سبب يخليه يكمل. وهنا قلبه وقف، بس لو ده حصل فعلا ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الولد الصغير قدامنا هو جاك نفسه، وكأن الزمن رجعه للماضي، مصدوم بيتسائل ازاي ده ممكن، بيقرص نفسه عشان يتأكد، لكن ده مش
وهم. كان في بيت عيلة فالنتي ماركو، العيلة المشهورة في مملكة تسلن واللي معروفة بولاها للملك. جاك كان اصغر واحد في اخواته، اصغر عضو في العيلة اللي شايله لقب ماركوس في المملكة، لكن ما كانش ورا اللقب ده غير وجع ومشاكل. كان ممكن يعيش حياة اهدى واريح، لكن بيت عيلته كان استثناء. وهو ماشي في جنينة الورد وقف يتأمل المكان اللي حافظه زي كف ايده. المكان ده ممكن يتقال عليه ملحق عشان كان محظوظ في اخر زاوية من ملكية العيلة. من بره كان شكله جميل، منظر يخطف العين، لكن كل ده كان وهم. الناس عارفينه باسم المنفى، غرضه الوحيد انه يعزل اصغر ابن عن العالم كله غير اهله ومن غير اي حد يسنده. دي كانت الحقيقة المخيفة ورا جنينة الورد. جاك اتفزع لما سمع حد بينادي عليه وقال له جبت لك حاجة تشربها. كان رون الخادم، الراجل الوحيد في المكان اللي بيهتم بالولد ده فعلا، لكن بص له بابتسامة خفيفة وقال في نفسه رون اللي انا عارفه دايما كان شاطر وذكي. مسك الكوباية لكن فجأة سأله والعصير ده ما فيهوش سم صح؟ الكلمة دي خلت الخادم يتوتر جدا وايده ترتجف وعينيه اتلخبطت وبص هنا وهنا، بس جاك بسرعة ضحك وقال له انه بيهزر وشكره على اهتمامه. الكلام ده خلى رون يضحك ويقول له بلاش تبالغ يا سيدي الصغير، وبعدها سابه لوحده ومشي. في الجنينة دي كان في 11 شخص، واحد منهم هو الخادم رون، اما العشرة الباقيين في مجرد حراس شغلانتهم يراقبوه طول الوقت بعيد عن الراعي الوحيد اللي بيهتم بيه. جاك ما كانش شايف ان في اي لزوم يفضل تحت المراقبة، وده خلى عنده وقت فراغ كبير. الولد كان متأكد ان كل ده حقيقي، لكن ما كانش فاهم ازاي رجع للماضي. عدت ساعة واحدة بس من يوم ما اكتشف انه رجع، ولسه ما عندوش اي خطة او اي فكرة يعمل ايه. دلوقتي عنده 14 سنة، ايده ناعمة من غير اي قساوة او علامات تدريب، وما كانش عنده حتى قلب مانا ولا اي قوة سحرية من الاساس مقارنة باولاد العائلات النبيلة التانية. هو ضعيف جدا، واثناء ما كان سرحان في افكاره في واحد جه من وراه ضربه على دماغه. فجأة جاك حس بدوخة ومش فاهم ايه اللي حصل. هو فعلا كان سايب نفسه من غير حذر، وساعتها افتكر بقاله سنين طويلة ما خدش ضربة على دماغه كده. الراجل قلب سخرية، ما ينفعش تشوش على كلب وهو بياكل. وهو بيبص على الكوبايه المكسوره اللي وقعت على الارض، صوته خلى جاك يرتعش. الراجل شعره اسود ووشه مليان غل، وابتدى يعايره انه حتى ما سلمش على اخوه الكبير اول ما شافه. ده كان فولن فالنتين، اخوه اللي اكبر منه ب3 سنين والابن التاني في عيله ماركوس، وكمان هو السبب الرئيسي اللي مخلي جاك مش قادر يتدرب على المانا. بسبب الضرب والتهديدات من الوغد ده حياته اتقيدت جامد. الولد بيبص له بنظره مليانه كراهيه، حتى بعد سنين صوره اخوه ما فرقتهوش. فلاش باك ليوم لما فايلن سكب عليه مشروب سخن على راسه بقوه. فايلن كان بيهينه ويقول له انت عديم الفايده، لازم تتشيل من الوجود، ما اتعلمتش اي حاجه، لا سيف ولا سحر خالص، عشان لو اتعلم حاجه فايلن هيشوف ده خيانه للاخ الكبير، وساعتها كان يقدر يضربه باي حجه وحذره طول ما انت عايش في البيت ده هتاكل وتلبس بس اللي انا امر بيه، لو حاولت تعصي هيتبدل كل الكلام ده. وبضحكه حقيره قال له ممكن بعديها افكر واقول لك يا اخويا الصغير. جاك وهو صغير كان ضعيف جدا، ده كله كان عارفه كويس، كل اللي في البيت شايفينه اقل منهم، عشان كده كانوا بيسموه عار العيله. اللقب ده ما طلعش بره البيت لان الناس لو عرفت هيبقى وصمه ابديه. ايه المنظر، يبقى الابن الثالث لعيله ماركو يتقال عليه مسخره. حتى الخدم في البيت كانوا بيضحكوا عليه من غير ما يخبوا، ده كان وضعه، كل بيتعامل معاه كانه عيب موجود وسطهم. اللي كانوا السبب في كل ده كان الابن الثاني للعيله فايلن والكونت مانتس. الموضوع كان مهزله في طريقه تصرف فايلن، خصوصا ان الابن البكري للعيله ما كانتش راجل، كانت بنت. البنت دي كانت الشخص الوحيد في العيلة اللي يقدر يثق فيه، وكانت برضو الوحيدة اللي لسه عندها قلب تهتم بالولد المسكين ده. للأسف حتى هي أكبر اخواتها ما قدرتش تبقى الوريثة لعيلة فايلن، السبب الوحيد انها بنت. كانت مجرد البكر الجميلة للعيلة اللي ملهاش اي حق في اي لقب، كانت كأنها اتولدت وفوق راسها مصير مكتوب بايد غيرها من اول يوم، محدد ومقفول من غير ما يتسأل رأيها ولا يكون ليها اختيار، وتقعد محبوسة في قصر طول الوقت وطول عمرها عشان تكمل نسب العيلة. دي كانت الظروف وقت ما جاك رجع. ابن راجل ما بيحبش يبان مع العيل الفاشل بتاع العيلة، بس جاك فاق من افكاره لما فايلن علق على عينه، كان مستعد يضربه وسأله ازاي يجرؤ يبصله بالنظرة دي، لكن قبل ما يكمل الحركة الولد مسك معصمه بايده ووقفه بشجاعة. فايلن اتصدم من اللي حصل ولفت انتباه الحراس بتوع الجنينة، لان حاجة زي دي عمرها ما حصلت قبل كده. ومع كل ده جاك ما تهزش ولا تراجع، كان مصمم انه عمره ما يعدي الاهانات دي تاني. في الوقت ده الراجل اتجنن مصدوم، ازاي واحد هو شايفه اوطى من الحشرة يوقفه؟ ولدنا كان اسرع منه واسقط المتنمر على الارض اللي هو اخوه بضربة واحدة بس. فايلن وهو واقع بصله وقال له انت فاكر نفسك بتعمل ايه يالا؟ جاك قال له بسخرية عايزني اساعدك تقوم ولا ايه؟